السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. معكم أخوكم أحمد زكي. كل يوم والتاني نلاقي حلقة نازلة بعنوان الربح عن طريق الإنترنت للمبتدئين. اربح دولار كل نص ساعة، اربح 5 دولار كل ساعتين للمبتدئين. ناس كتير ماشية وراها اليومين دول، وبرضه في ناس كتيرة اتكلمت فيه. الربح من الإنترنت حقيقي ولا كذب ولا دي كلها اشتغالات؟ انا هبين لك كل ده وبالدليل، بس هطلب منك حاجة اول مرة اطلبها في حلقاتي. خليك معايا لاخر الحلقة عشان تفهم وتعرف الموضوع الربحي ده ماشي ازاي والحقيقة الكاملة فيه. اهلا بكم مرة تانية. سمعت وشفت على اليوتيوب بنفسك ناس كتير بتشرح عن الربح من المواقع عبر الانترنت. ناس ولا داعي لذكر اسمها منزلين حلقات مثلا بعنوان اربح دولار كل 5 دقايق، اربح 750 دولار بدون راس مال للمبتدئين زائد السحب، اربح 10 دولار كل ساعتين للمبتدئين، اسرع طريقه لربح 50 دولار في 8 ساعات، وعناوين صعبه اربح 128 دولار في اليوم للمبتدئين. انا مش عارف ايه حكايه المبتدئين دول. وتلاقيه عامل لك صوره للحلقه جامده علشان تشدك وتدخل تتفرج، وفي الصوره تلاقيه واقف كده ومبسوط وهو ماسك الفلوس وراصصها زي ورق الكوتشينه وبيعرضها لك على اساس ان هو كاسبها وانها ربح من الموقع. ومش كده وبس، لا ده في تطبيقات والعاب بتجيب ربح كمان. طيب ما تيجي نشوف المواقع والالعاب دي واللي انت اكيد دخلت عليها قبل كده، ونشوف فعلا فيها ربح ولا لا وبالدليل. انا معاكم دلوقتي يا جماعه من داخل المواقع دي، وانا فتحتها دلوقتي وراصصها ورا بعضها علشان ما اطولش عليك في الحلقه. وعلشان اكون صادق معاك، انا دخلت بنفسي على المواقع دي وسجلت فيها علشان اتاكد قبل ما اعمل لك الحلقه دي. معانا يا جماعه اول موقع واللي الناس شرحوه على اليوتيوب، بس لحظه بس معلش نجيبه بالعربي عشان اشرحه. هنا بيقول لك ايه؟ فيسبوك عرض ساخن، تابعنا على، يعني انت لو دخلت على الجملة دي وضغطت عليها بيدخلك على الفيسبوك بتاعهم، بتعمل لهم متابعة. هتاخد كام لو انت عملت لهم متابعة؟ 2 دولار. واخد بالك؟ الحاجة التانية، عرض جديد، اشترك في قناتنا. هتضغط على الكلمة، هيطلع لك القناة بتاعتهم، تعمل لهم مشاركة، هتاخد كام؟ 2 دولار. هنا عرض ساخن، مشاهدة الفيديو زائد التعليق، هتاخد كام؟ 1 دولار. هنا عرض جديد، تنزيل كتاب الكتروني وتنسيق، هتاخد كام؟ 2 دولار. طيب يا جماعة، ده اللي هم شرحوه على اليوتيوب. طيب ايه اللي هم ما شرحوهوش؟ بص هنا، لا توجد مهام مصنفة حتى الآن. نطلع هنا، لا توجد مهام مصنفة حتى الآن. هنا برضو زي اللي تحت، لا توجد مهام مصنفة حتى الآن. ولا هتوجد مهام يا جماعة، لأن دي منظر على الفاضي. ولو قعدت يوم 2/10، على فكرة أنا كنت مسجل على الموقع ده عشان أشرحهولك، لو قعدت كذا يوم هتلاقي برضو نفس الجملة كده. وتخش على أي حاجة من دي، الحاجات دي كلها منظر ومش شغالة. أهو ننزل هنا تحت شوية، تحسين محركات البحث مش عارف إيه، زائد الترويج، هتاخد 30 سنت. وهنا تقييم منخفض للمهمة الرياضية، دخلت عليها قبل كده برضو يا جماعة، والله ما فيها أي حاجة. ادي موقع وناس كتيرة شرحته، ودي واجهته اللي هي على الفاضي، منظر وخلاص عشان اي حد يدخل يتغر في الواجهة ويدفع فلوس. المهام دي كلها والله دخلت عليها ما فيها اي حاجة، منظر وخلاص، تضييع للوقت. طيب نجيب موقع تاني مشهور ومعروف وناس مشهورة على اليوتيوب شرحوه، الموقع ده. دي واجهة الموقع يا جماعة. أول ما تدخل عليها بتعمل أسئلة الملف الشخصي عشان تبدأ الربح. شوية أسئلة بتكملها علشان تكمل الملف الشخصي بتاعك، يعني زي أجهزة كمبيوتر، الأبحاث، الأغذية والمشروبات، مش عارف إيه، المنزل، المهنة، العمل. بتكمل الملفات دي كلها، ولما تخلصها وتفضل تعمل فيهم، ولما تخلصها بنص ساعة بيدولك كام؟ 38 سنت لما تخلص الملف الشخصي بتاعك. انا داخل باسمي اهو يا جماعه، زيكو، علشان برضو تبقى انتوا عارفين ان انا دخلت على المواقع دي ومسجل باسمي، واعرفك ان انا جربت بنفسي. طبعا في هنا قدامنا شاهد المكافآت وادعي صديق ويكتشف الجديد من الاستطلاعات الى المربعات دي. بنجيب شاهد المكافآت، ان انت يعني المفروض لو جمعت فلوس تسحبها عن طريق الفيزا او الباي بال والحاجات دي كلها، اقل حاجه تبقى 10 دولار او 20 دولار. وطبعا ادعي صديق كلنا عارفينها، انك تدعي اصدقاء ويجيلك من وراهم ارباح. وهنا اكتشف الجديد من الاستطلاعات
بتدخل عليها، طبعا بيفتح لك الواجهه دي 13 دقيقه، طبعا 6 نقط مش عارف ايه، بتقعد تجاوب على شويه اسئله من عندهم في 13 دقيقه، بيديلك 6 نقط، الحاجات ديت يعني التافهه بتاعتهم، وفي الاخر ما بيجيبلكش اي حاجه. طبعا الاستطلاعات المتاحه بتبقى معروفه، ايه زي كالعاده برضك، عندك عربيات ولا لا، عندك منزل ولا لا، بتشتغل ايه، عندك ابناء ولا ايه، مش عارف ايه الكلام ده كله، شويه اسئله تافهه يعني، وفي الاخر يقول لك ليس لديك استطلاع متاح. بعد ما تقعد تجر معاهم كلام على النت وكل حاجة وأسئلة. ادي موقع من المواقع المشهورة واللي فيه ناس مشهور على اليوتيوب شرحوه يا جماعة. ده موقع تاني برضو يا جماعة، واللي فيه ناس شرحوه على اليوتيوب. الموقع ده أول ما بتسجل من عليه بتاخد 3 دولار. 3 دولار عند التسجيل، طبعا التسجيل بصعوبة لأن في ناس ما بتعرفش تسجل عليه، وفي نفس الوقت ال3 دولار دول ما بتاخدهمش، لأن على الموقع ده أقل حاجة للسحب 20 دولار، وبرضه مش هتعرف تسحبهم، وهقول لك ليه. طبعا بتدخل هنا بيقول لك اكمل الاستطلاع، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. وايه هو الاستطلاع؟ بيبقى شويه اسئله كده، اسمك ايه، عندك كام سنه، إيه عندك اولاد ولا لا، زي اي موقع يعني. وفي الاخر يقول لك حدث خطأ ليس لديك استبيان. لا، والاستبيان ايه لما تكمله؟ المفروض بتاخد كام؟ 30 سنت. وفي الاساس بعد ما بتكمل الاستبيان اللي هو اصلا ما بيكملش، بيجي في الاواخر كده يقوم رايح قايل لك ايه؟ ليس لديك استبيان. طيب اللي بعدها هتاخد 30 دولار، هتعمل ايه بيهم؟ سجل كعضو ومش عارف ايه، وقوم بايداع 20 دولار. يعني لازم تشغل فلوسك في الموقع، يعني من الاخر لازم تنفعهم. طيب اللي تحتها 2 دولار ونص، قوم بالشراء، يعني لازم تشتري عشان تشغلهم، وديت ليك نسبة فيها 3% الحصول على مش عارف ايه بالشراء كالعادة. يعني من الاخر بتشتغل على الموقع بفلوسك. اللي شرح الموقع ده ما قالش على الحاجات دي كلها، هو باين لك انك بتخش تلاقي استطلاع رأي وب 30 سنت ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبتاخد 3 دولار اول ما بتسجل، والسحب 20 دولار على اساس ان انت هتسحبهم في مفيش. للاسف ناس مش صادقه في كلامها. دي واجهة موقع يا جماعة من الشروحات اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب، واللي فيه ناس شرحتها. عندك هنا كلمة ايداع وكلمة كسب، هنجيب كلمة كسب اللي عليها المهمات. في هنا مهام وكلمة وظائف، هنجيب كلمة وظائف الاول برضو. بتفتح معانا الصفحة دي، هنا بيقولك ايه؟ قم بزيارة وانقر فوق الاعلان. لو انت ضغطت عليها بيحولك على موقع وبتلاقي اعلان بتضغط عليه، بتخش على الحاجات دي. المهمة دي لو انت عملتها بتلاقي بتاخد ايه؟ 0.02، يعني ولا هي دولار ولا هي سنت، ده يعتبر 2 مليم كمان. طيب ننزل تحت شوية، تحسين محركات البحث برضو زيها 0.02. الانستجرام وسائل التواصل الاجتماعي زيهم 0.01، يعني لا سبحان الله ولا هي دولار ولا هي سنت. ودي برضو هندخل على كلمة مهام ونشوفها. تفتح معانا الواجهة دي، قم بزيارة موقع الويب وأجب عن السؤال للحصول على أرباح. إيه هي الأرباح؟ 0.01، زي الصفحة اللي هناك، يعني لا حصلت دولار ولا حتى سنت. طيب اللي بعدها، شاهد فيديو طويل وأجب عن السؤال للحصول على أرباح. إيه هو الأرباح؟ 0.07، اللي تعتبر 7 مليم. وطبعا كله زي بعضه هنا، 1 قم بزيارة موقع الويب ويجب على السؤال للحصول على أرباح. طيب تعالى كده ندخل على السحب. هنا السحب اهوت USD وباي ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. طبعا الطريقة المعتادة بتاعتنا اللي هي الباي بال. علشان تسحب من على الباي بال أقل حاجة تسحبها الحد الأدنى 5 يورو. شوف بقى على ما تكون ال5 يورو فيها كام سنة من اللي احنا شفناه في صفحة المهمات. طيب دي اللعبة برضو يا جماعة من ضمن الألعاب اللي الناس شرحوها على اليوتيوب ويقول لك فيها مبالغ حلوة مبالغ ضخمة والكلام ده كله. لعبة الحصان بتعمل ايه؟ بتفضل تضغط على الحصان لغاية ما يقعد يتكسر. أنا قعدت ألعب فيه شوية، كسر فيه لغاية ما جبت 2 دولار. طيب جبتهم ازاي؟ هنا الصفر اللي فيه القلب ده بيبعت لك شوية قلوب تقعد تلعب بيهم لغاية ما تجيب ال2 دولار. طيب وبعد ما يخلصوا بقت صفر، هتعمل ايه؟ تيجي تضغط على الحصان تاني يقول لك ما عادش ينفع.
هتعمل ايه؟ هيقول لك لازم تدعو صديق. طب افرض ما دعيتش صديق او ما لقيتش اصدقاء عندي، ما عادش ينفع تلعب. هتجيب قلوب منين عشان تكمل؟ هنا برضه اهوت عشان برضك اعرفك، انا دخلت اهو بايميل زيكو مسجل على الموقع، واللي حصلت عليهم 2 دولار. طرق السحب هنا حاجات برضك ما نعرفهاش، تورن ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. وهنا باي بال، والباي اقل حاجه كام؟ 20 دولار. وايه كومينج سون، يعني حتى لسه الباي لسه ما فتحش، اللي هو اي حد بيسحب من خلاله. ده تطبيق مشهور برضو يا جماعه، واللي بيشرحه واحد مشهور من على اليوتيوب. هنا هو جايب كام؟ 101 دولار. طبعا على كلامه المفروض ان هو كسبهم من على التطبيق. طبعا هنا بيعرفك السحب اقل حاجه 3 دولار، 5 10 15 وهكذا. والسحب طبعا بايبال. طبعا هنا بتجمع نقط من مشاهدة الإعلانات أو عمليات حسابية، مثلا زي دي مثلا 11 ناقص 7 مثلا، بتجاوب عليها مثلا 4، بتجاوب صح وبتاخد 10 جولد. طيب دي وظيفتها إيه؟ بتدفعهم في الإعلانات، تروح تتفرج على الإعلانات يدولك مثلا فلوس، ده المفروض يعني. دي واجهة التطبيق من تحت، والمفروض يعني إن دول الناس على التطبيق اللي شغالين عليه زيك كده يعني. طبعا هنا بيديك مثلا 7 ساعات، مثلا كل ما تعدي 7 ساعات بيدولك هدية. طبعا في هنا حاجات بتعوز تحلها، مثلا زي الاستطلاع الرأي والحاجات دي. وكالعادة استطلاع الرأي يقول لك افتح استطلاع الرأي مش عارف ايه وكمل ملفك الشخصي. طبعا بتجاوب كالعادة، إيه اسمك، ايه ساكن فين، إيه عندك شقة ولا لا، بتشتغل ايه، الكلام الفاضي ده. والاخر يقول لك ليس لديك استطلاع رأي مناسب. طبعا كالعادة حجة علشان انت ما تدفعش فلوس. طبعا استطلاع رأي زي ده وغيره وغيره، وطبعا كله في الفاضي، أسئلة كلها شبه بعضها، والآخر يقول لك ليس مناسب أو حدث خطأ أو أي حاجة من دي. وبرضه للمصداقية أهوت زيكو شو إيميلي وصلت لكام؟ 0.1142، يعني يعتبر سنت و142، معرفش بيحسبوها ايه بعد السنت. ده شغل كام يا جماعة؟ 3 أيام. الشخص اللي منزل الفيديو ده الشخص المشهور على اليوتيوب، يقول لك تجمع مبالغ ضخمة زي المبلغ اللي انت شفته في الاول اللي هو 101 دولار. انا جمعت سنت و142 في كام؟ في 3 ايام شغل. يعني يا جماعة في الفاضي زيه زي غيره. طبعا الاصفار اللي تحت دي اللي في المهمات دي ان انا خلصت المهمات بتاعتي اللي هي بتاعت يوميا. ادي شغل يا جماعة 3 ايام على التطبيق ده. ولو انت عاوز تجرب نزله من على المتجر من على التليفون. طبعا دي مش كل التطبيقات ولا الالعاب ولا المواقع، دي بس حاجات مختصرة حبيت اوضحها لك، او بمعنى اصح دي اشهر المواقع والتطبيقات والالعاب اللي هم بيشرحوها على اليوتيوب. هو ده يا جماعة كل حاجة بالنسبة للمواقع والتطبيقات والألعاب. طيب الناس اللي بتشرح المواقع دي على اليوتيوب ايه مكسبها او هي مستفادة ايه؟ اول حاجة هو بيشترك على الموقع وبيحط فيه فلوس ايداع، يعني علشان لما يجي يعمل لك الحلقة اللي انت بتتفرج عليها تشوف بنفسك الارباح، وهو بيقول لك ان انا كاسبها من على الموقع، وده اثبات السحب كمان، وهو في الاساس هو اللي حاططها. وقال يعني علشان المصداقية قدامك بيسحبها من الموقع عن طريق بقى البيبال او اي طريقة. انت طبعا بتصدق ان الموقع صادق وبيدفع ارباح. الحاجة التانية انه الشخص اللي بيشرح لك الحلقة بيسيب لك اللينك بتاعه في الوصف، ولما انت تدخل من خلاله بيدخل له هو ارباح عن طريق دعوة صديق. يعني هو كسبان، وعلشان يجي له ربح لازم يدعو صديق عن طريق اللينك. وكان في مرة واحد بيشرح وبيقول لك ما تقدرش تدخل على الموقع الا عن طريق اللينك اللي في الوصف، طبعا اللينك بتاعه. الحاجة التالتة، انت كمشاهد بتتغر عن طريق عنوان الحلقة اللي هو حاطه، زي مثلا اربح 30 دولار بالاثبات، ربح مجاني مش عارف ايه في 5 دقايق، هتربح 5 دولار كل ساعة. طبعا ده زائد الصورة المصغرة اللي هو حاطها لك للحلقة. فعلشان احنا اتعلمنا الكسل وبنتشعلق في اي كلام واي هري وخلاص، بقينا عايزين فلوس من الهوا. ما هو يا جماعة بالعقل كده، الشخص اللي بيعمل لك الحلقة على اليوتيوب بيشرح لك فيها المواقع دي، مش معقولة ان هو يكسب المبالغ دي كلها عن طريق المواقع ويجي على اليوتيوب يعمل لك حلقة بتعوز تصوير واضاءة
ومايك ومونتاج، واسالني انا على موضوع المونتاج، وفي الاخر يجي له من الحلقه كام سنت، او اذا الحلقه ضربت معاه وجابت الاف المشاهدات هيجي له كام دولار. يعني يا جماعه من الاخر مفيش فلوس من الهوا. الناس اللي مشغله المواقع دي مش هبله، مش هتديك حاجه الا بتاخد منك حاجات. لازم تعمل ايداع علشان يجيلك استبيان تحله وتشارك فيه الرأي زي الموقع ده. اشتغل واكسب وربنا يعوض على الناس اللي ضاع وقتها على الفاضي. ورسالة احب اوجهها للناس اللي بتشرح على اليوتيوب المواقع اللي زي دي: اتق الله، مش عشان شوية مشاهدات تعشم الناس دي بالفلوس والمواقع اللي بتجيب لهم ربح، ووقتهم بيضيع على الفاضي، وده كله انت محاسب عليه. اتقوا الله علشان حتى الربح اللي يجيلك من على اليوتيوب يجيلك بالحلال. اتمنى يا رب تكون الحلقة دي عجبتكم، واستنوني دايما في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.